شدد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الواقع والممارسة أثبتت أن حزب الأحرار كان على صواب عندما قرر إحداث هيئات موازية للحزب، مشددا على أن تصدر الأحرار للمشهد الحزبي لم يأتي من فراغ، بل نتيجة منطقية لرؤية واضحة كان شعارها الأساسي خلق جيل جديد من النخب الحزبية، واصفا إياهم بقوة ومستقبل الأحرار. وقال أخنوش في كلمة له ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب الأحرار صباح السبت بالرباط: إنه منذ المؤتمر السادس استطاع حزبنا بعث روح جديدة في العمل الحزبي وإعطاء نفس متجدد للهياكل والتنظيمات الحزبية. وأضاف: لقد كنا على صواب عندما اخترنا وضع الثقة في المناضل إلى التجمعي وجعله قادرا على تحمل المسؤولية ولعب الأدوار الطلائعية في المؤسسة الحزبية وطنيا، جهويا، إقليميا وحتى محليا. وأكد رئيس حزب الحمامة في معرض الكلمة ذاتها: لقد أثبتنا بالملموس أن مبدأ تجديد النخب وتخليق الحياة العامة منهاج ورؤية تجمعية مترسخة، واصلنا عبرها تأكيد مكانة التجمع الوطني للأحرار الذي شكل على الدوام رقما صعبا في المعادلة السياسية الوطنية.